السلام عليكم، حياكم في قناة رايدات. حسب ما طلبتوا مني في الكومنتات، طلبتوا اني اتكلم عن دبابي السوزوكي الفي ستروم، فسويت الحلقة هذه خصيصا لكم. على يميني سوزوكي في ستروم 1000 2014، هذا دبابي، وعلى يساري دباب بي ام دبليو 1200 جي اس. والسبب ليش انا جبت الدباب هذا هنا للتصوير، لان هذا اشهر دباب ادفنشر انعمل، واصلا من اول الدبابات الادفنشر اللي بدات. دبابات الادفنشر دبابات اعتماديه عمليه جدا. دبابات الادفنشر معموله للمغامرات، ادفنشر مغامرات. فخلينا نقول مثلا انت رايح على مسافه بعيده، المنطقه هذيك ما فيها محطات بنزين، تانكي دبابات الادفنشر كبير يمشيك 400 500 600 كيلو بالراحه. خلينا نقول الدراجه سقطت منك. دبابات الادفنشر العاده زي ما تشوفون حدايد وانجن جارد مدعمه من كل جهه، حتى لما تطيح العاده ما تتاثر، ما عدا لو تعرضت لحادث قوي. خلينا نقول مثلا تعطلت الدراجه معاك، سهل انك تشيلها. الزبده ان الهدف من دبابات الادفنشر انها تكون اعتماديه، خراباتها قليله. السبب ليش انا احب الدراجات هذه لانها تاخذ شوي شوي من كل نوع، فهي سريعه نوعا ما هي سريعه زي الريسات، هي مريحه، طلع فيها ممتعه، اطلع فيها مع هارليات، لكن ما هي متعه وروقان الهارلي وصوت الهارلي. الدراجات هذه العاده يكون فيها وسائل امان حلوه، يكون العاده فيها اي بي اس اللي هو اللي مانع انغلاق الكفر. يعني خلينا نقول مثلا ضربت فرامل ما يخلي الكفر يوقف فجاه. لو تلاحظون الفيديو اللي صورته مره في تركيا، لاحظتوا اني انا طيحت الدراجه. السبب لان الدراجه هذيك ما كان فيها اي بي اس، وانا ضربت فرامل امامي طاحت مني. الاي بي اس العاده يمنع الشيء هذا. الميزه الثانيه كمان باغلب دراجات الادفنشر اللي هي التراكشن كنترول، هذه خلينا نقول مثلا انت من الصفر وضربت فرامل او دعست بقوه، او كنت على رمل ودعست بقوه، تمنع من انجراف او دوران الكفر العالي اللي ممكن يسبب سقوطك لا سمح الله. فاغلب دبابات الادفنشر فيها الميزه هذه، وهذه من الاشياء اللي كمان تعجبني فيها. طبعا تلاحظون ان اشكالها ما هي جميله ابدا، انا شخصيا حتى شكلها ماني بحبها، لكن انا احب الدراجه هذه بسبب عملياتها وقدرتها على التحمل. طبعا تشتري على الشخص اللي جالس هناك تقول لك قصير ما يسوق الدباب، طبعا هذه تحطها خلف الكواليس. ذكرتي صح، الحين بتكلم، هذه ما جت في بالي. طبعا احد الاشياء او احد المشاكل في دبابات الادفنشر العاده انه تكون مرتفعه كثير، فاذا كان طولك ما هو عالي ممكن تسبب لك مشكله لما توقف الدراجه، بس لما اول ما تحاول تمشي فيها او تحاول انك تنزل منها. لكن غيره خلاص، اول ما تبدا تحرك الدراجه ما عندك مشكله. بعض الشركات عملت اصدارات منخفضه من دبابات الادفنشر، فتكون قريبه من الارض، فما تعمل مشكله بالنسبه للطول. اوكي، ونقول بسم الله. بطلع الحين بصور موتوفلوج وبتكلم اكثر عن دراجتي بالتفصيل. اوكي يا اخوان، انا ابغى اجرب لكم التسارع وبدعس من الصفر، حاول اوريكم الصفر ل100. والله قاعد زلق الشارع ناعم مره. يعني حليوه سرعته، ما هو اللي مره ولا هو اللي مره، عرفت شلون؟ بالنسبه للكيرفات واللفات على سرعات عاليه، ممتازه كيرفاته مره. عاد الشيء الغريب في الموضوع تحس كأنك تنزل العماره، شعور الكيرفات فيه مره مختلف عن الدبابات الثانيه. سوزوكي هذا من ابطأ دبابات الادفنشر، اذا تشوفون هذا سريع فلسه ما شفتوا النوعيات الثانيه، اسرع من هذا بكثير. هو التصوير المفروض يكون في العماريه مو بهنا، لكن ايش اسوي؟ من الاشياء اللي احبها كمان في الادفنشر دريفت. شو شلون؟ بعدين بثقه اقدر امشي هنا، يعني ما اخاف. تعجبني كثير، احب انط، بس ما ادري اذا يمديني اسويها هنا ولا لا. برجع اجرب بعد شوي. مرة فله يا شيخ. بحاول اعيدها واصورها من برا. بعد الافطار تبع محل رايدرز، الآن جالسين ننتظر الفطور. والله حمود مزبطنا. نفطر. حليله.
المحل. الحمد لله. ومويه بعد. اعلن الله عن حسابك. يتقبل. ها؟ اعلن عن حسابك حراج بايكرز. حسابي قلت خلاص حراج بايكرز، حساب بيع شراء دبابات، قطع غيار، اكسسوارات، دعم الجروبات حقت الدبابات واصحاب المحلات. حصلون على الانستغرام ابو فيصل وسناب شات. اعطيكم الكود بعد شوي. نزل الكود في الحلقه الجايه. ننزل لكم كود انا شوي. وهذا انا جبنا لكم الكود، تحصلون كل شيء متعلق بالدبابات عنده على حساب تبعه، بيع، شراء، فيديوهات، مقاطع، اخبار، كلش، تغطيات كل شيء. اوكي يا جماعه، انا شريت القطعه هذه خصيصا لكم للقناه. هذه اسمها جيمبل، تخفف الارتجاج حق الكاميرا. خلينا نجربها، بروح اصور دبابي الحين. الدباب له معي تقريبا سنتين، ماشي حاليا 38,000 أو 37,000 وكسور، ما شاء الله الحمد لله، ما عانى من أي مشاكل. اللهم بس أنا غيرت له البطارية قبل فترة لأن تركت الدباب واقف فترة طويلة. ماكينته 92 حصان تقريبا. الجير 6 غيارات، مو محشور ولا اللي مرة، عرفت شلون يعني؟ لما أمسك فيه طريق سريع أو شيء زي كذا مو دائما يكون ال RPM ولا الضغط عندي دائما عالي. ناقل الحركة زي ما تشوفون جنزير، فيحتاج صيانات من فترة لفترة. بالنسبة للكفرات جنود، أمامي مقاس 19، خلفي مقاس 17. وتكلمت معاكم قبل قلت لكم إنه في تراكشن و ABS، خليني أوضحها معاكم. تلاحظون دائما اللمبة هذه عندي مولعة، هذا لأن نظام الانزلاق عندي دائما أنا مطفيه. تشوفون طبعا عندي هنا عداد البنزين، هذا كم يوصل. عندكم هذا الحرارة حقت المحرك، درجة حرارة الجو، تراكشن كنترول 3 وضيات ومطفي. الحين من هنا اقدر اتحكم بدرجته، وهو على 2 الحين، هو الحين على اثقل شيء، يصير اي فحطة صغيرة على طول يمسك كذا، لا نص كذا طافي. حلو. هذا الوقت، الساعة، ممشى الدباب. عندك هنا يبين الغيار حق الجير، فبغير الجير الحين. حلو. افترض انه يطلع، لا تسألون ليش طالع، مو طالع، عشان الدباب طافي. في نظام ABS. مشكلة الدباب هذا ال ABS فيه ما يطفي الا اذا انت سويت بيرن اوت او شيء زي كذا على التراب، لكن ما في اي طريقة تقدر تطفي فيها ال ABS، وهذا شيء مزعج. في فتحة ولاعة هنا، وفي فتحة ولاعة وشاحن USB انا مركبها هنا على الدباب. اكسسوارات زي مثلا مراية انا مغيرها، هذه هذا لأن مرة كنت ماسك خط طريق سريع وهذه مكسورة. مرة كنت ماسك طريق سريع وحصى جت على يدي وعورت لي يدي واجد. الإشارات زي ما قلت تكلمنا قبل، تكبيس زي أي دباب ثاني، ما في شيء مميز هنا. عليه انجن جارد، مركب هذه عشان ما أخدش التانكي. هذه عشان الهيدرز، المواسير حقت الهيدرز ما يطلع شكلها خايس. مركب له شنطة صغيرة بس تسليكية الحين. ان شاء الله انا كنت مركب له 2، واحدة من اليمين وواحدة من اليسار، بس الحين انا مركب هذه بس عشان امشي وضعي، وان شاء الله بشتري له شنطة احترافية احسن شكلها. ايش بعد؟ الدباب هذا يعاني من عيبين مصنعيين. الاولى اللي هي رجة في الراس على السرعات العالية، فانا مركب القزازة هذه تخفف كثير. اسم القزازة GB Air Flow، مهمة جدا جدا ولا صنفرة. ايش بعد؟ والعيب الثاني كمان في صوت تكتكة عالي من الماكينة بس انه طبيعي. انا سألت الوكالة وقريت وبحثت في الانترنت، قالوا شغلة طبيعية. طبعا شغلة غريبة في الدباب هذا، لما تيجي تزيد سرعتك يسرع بسرعة، بعدين يتنح شوي، بعدين يزيد سرعته بسرعة. هذا اللي جلست افهمه. المحرك غريب شوي. ما قد شفت الحركة هذه في دباب ثاني قبل. سريع حليو، شفته انا صورت قبل. فرامله ممتازة، صور الفرامل. نوع الفرامل تبعتها اسمها توكيكو، اغلب دبابات سوزوكي تستخدمها. هذا الحساس حق ABS، هوبات من اليمين، هوب من اليسار، يعني دبل فرامل. بعض الدبابات يجي واحد بس، هذا لا جاي 2، وفرامله قوية مرة ممتازة كمان. سعر الفحمات حقته رخيصة لقمشة. عليه اكزوست، طبعا تلاحظون انه مخدش من فوق ومعدوم المنطقة هذه كلها بسبب الشنطة اللي كنت حاطها هنا. كان شيء مرة غلط، كان المفروض ان استخدم قاعدة كنت تاركة مسافة، بس الحمد لله يلا مو مشكلة. صوت الاكزوست هذا حلو، اسمه GPR.
عندي كمان هنا ورا ديسك واحد. بعض الدبابات القديمة والدبابات الصغيرة لا يجي ايش يسمونه كماشات او والله ناسي، زبدة انه يجي مسكر ما يجي زي كذا. هذا قوي مرة، هذا يعني فرملته افضل، وبرضه في ABS خلفي، وهذا عشان ترفع الدباب منها. هذا جلوتين اللي كان معي اخر حلقة. ترى في شباب سألوني عن السناب تبعك. عطهم سلامي، عطهم حط الكود بتجي هنا. هات الكود. اعطيكم الكود. المساعدات حقتها طويلة مرة عشان استخدامات الأوفرود. الفرامل حقتها هيدروليك، هذه تيجي علبة زيت يعني هيدروليك. في بعض الدبابات القديمة لا تيجي حبل، ما تيجي زي ما تشوفون شايفين كذا قربة زيت. حتى الكلش تبعتها هيدروليك. الفرامل الخلفية برضو هيدروليك. فعندك الفرامل الأمامي، الفرامل الخلفي، والكلش كلها هيدروليك، كلها يستخدم نفس نوع الزيت. تقدر بعدين إن شاء الله بشرح أنا طريقة تغيير الزيت تبعت الأشياء هذه. هذا الكود يا ابو مقير. وهذا الكود للي سأل في التعليق. تمام. ألف عافية. الله يعافيك. اوكي هذا كل شيء بالنسبة لليوم. اتمنى انكم استفدتوا من المقطع. شاكر لوقتكم ونشوفكم فيديو ثاني. سلام. سووا سبسكرايب.